ما أظن يعني تنطي تفسير آخر غير الشيء المبدئي الصرف. نقول الصمود في الجنوب اللبناني خلص نتحدث عن صمود المواطنين عن تجاه الأطماع الصهيونية في الجنوب اللبناني، هذه إلها صياغة أخرى، لكن في الجانب الآخر هذه ملاحظة. الأخ طال عمرك أنا ملك فهد كنت أذكر اللي ذكرتوه. ممكن ما حد ينكر صمود اخواننا الفلسطينيين في لبنان، ودافعوا وقاتلوا وقتلوا، وشيء واضح انهم قبلوا بلاء حسن. لكن هذا شيء وهذا شيء. ممكن يكون قرار يخص القتال المجاهدين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، لبنانيين قاتلوا. في الموضوع هذا اللي نتكلم عنه الآن وضع قائم، لا قاتل في الإسرائيليين ولا عمل شيء، لأن ما في شيء. والمطلوب الآن تثبيت وضع. أنتم أردتوا في المؤتمر الدار البيضاء أن يكون هناك هيكل. الاقتراحات اللي تفضلتوا فيها وتحذف تحذف، لأنه القصد تثبيت وضع قائم. أما أن نفرض شيء للقضية للمجاهدين في لبنان، ممكن يفرض ويبين ويبرزوا أنهم عملوا المستحيل، لكن إدراجها مع قضية بعيدة عنها. أعتقد أنا لو سمح أبو عمار أن اللي تفضلتوا فيه هو الأفضل، والشعب الفلسطيني يجب أن يبرز بقتاله، ما في شيء، إنه قاتل ودافع عن لبنان. إذا سمح لي نعم، إذا سمح لي جلالة الملك، أنا لا أقصد بالقوات الفلسطينية. نحن نقول الاعتداءات الإسرائيلية والصمود المواطنين. لا أنا لا أتكلم عن ولا أريد أن أجيب سيرة للمجاهدين. ماشي، بصيغة صمود المواطنين في الجنوب تجاه الأطماع الصهيونية، الإشارة لهم ما أظن عليها يعني اعتراض. لا ليس عليها اعتراض، ما نسوي خبط فيها الموضوع. نقول أنا الصمود الوطنيين كمان، لأن عندنا مواطنين فلسطينيين. احنا عندنا 400,000 فلسطيني موجودين في الجنوب اللبناني من 48. القنبلة بتيجي على القرية اللبنانية، وبتيجي على المخيم الفلسطيني. الغارة الجوية بتيجي على القرية اللبنانية، وبتيجي على المخيم الفلسطيني. هذول هم فلسطينيين، 400,000 فلسطيني موجودين في الجنوب اللبناني. صمودهم كمان كلمة، يعني لما بيطلع من الجامعة هنا انه فقط الصامدين هم اللبنانيين، وهذول الشعب الفلسطيني مش صامد في الجنوب اللبناني. انا ما اتكلم عن المجاهدين، انا اتكلم عن الشعب الفلسطيني. نعم، 400,000 فلسطيني. ولذلك قلت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين، المواطنين وليس المجاهدين. الأخ الملك فهد خادم الحرمين الشريفين. أخي أبو عمار، أنا ذكرت أنه من الأفضل ومن الواجب ومن الحق الشرعي أن يذكر مع ما قاموه أخواننا الفلسطينيين مع أخوانهم اللبنانيين. هذا ما في غبار عليه. ممكن يكون مذكرة واحدة، لكن ما لها علاقة بموضوع حكومة يراد من مجلسكم الموقر أن يؤيدها لكي تستطيع أن تعمل شيء. هي إلى الآن ما عملت شيء، ما في إمكانها تعمل شيء، ونأمل أن نبعدها عن أجواء معينة بتأييدكم ذا. لكن اللي ذكره الأخ أبو عمار وارد، ممكن يكون في مذكرة منفصلة، لكن ما له علاقة بالموضوع ذا. هذا موضوع حكومة قائمة الآن تريد تشجيع وتأييد فقط لا غير. وشكرا يا رب. إذا وفق الصياغات اللي وردت مع التعديلات راح يجروها الأخوان على ضوء الملاحظات اللي قلناها، ويشوفون وين ممكن أن يذكر الإشادة بصمود المواطنين تجاه التهديدات الصهيونية، ومو بالضرورة إلا في هذه المذكرة. في المذكرة الأولى طالما في أي مكان مناسب. في المذكرة الأولى اللي تفضلت فيها ولاحظ عليها أبو عمار ممكن تدرج فيها. نعم، لأنها تتعلق بالوضع الفلسطيني. ممكن. نعم، واجب. بارك الله فيك يا جلالة الملك. نقطة 4: تضامن مع الأردن ودعم صموده. هذه النقطة موافق عليها جماعيا
بالمشروع المقدم من وزراء الخارجية العرب. الأخ جلالة الملك الحسين بن طلال. أخي أبو عدي وأخواني، بالأمس تحدثت في مجمل القضايا والتحديات التي نجابه، ولا أريد أن أطيل ولا أن أقول أكثر مما يلي. هذا العام بدأت فيه العام 38 من عمري في الخدمة كإنسان عربي، وأحب أن أذكر بالشكر والتقدير دعم إخواننا العرب إلنا ومساندتهم عبر هذه الرحلة الطويلة. قبل 33 عام وبعد تعريب الجيش العربي بالنسبة إلى قيادته وإلغاء المعاهدة البريطانية، كان لإخواننا في المملكة العربية السعودية وبخاصة أن اختاروا أن يقفوا إلى جانبنا ويدعمونا. وفي الأعوام التي تبعت وعلى المدى الطويل وفي وجه التحديات والأخطار والمعاناة والألم، وقف إخواننا في الوطن العربي إلى جانبنا وقدموا ما قدموا وأعطوا ما أعطوا. وأخص هنا في رحلتنا في السنوات الأخيرة كل الإخوة اللي دعموا الأردن، خطهم الأمامي في وجه الخطر اللي يهدد الأمن القومي. وأذكر لأخي خادم الحرمين الشريفين بخاصة أنه وفى بكل ما التزم فيه. عافية. وأذكر لكل إخواني أنهم قدموا وأعطوا ودعموا، وأنهم كانوا لي شخصيا الإخوة والأهل. أخي أبو عدي وكل أخ من إخواني له فضل علينا فيما نؤدي من واجب في مواجهة الخطر والتحدي. تحدثت بالأمس فقط بصراحة حول الوضع ليكون الإخوة في الصورة، وأنا واثق بأنهم كما كانوا على الدوام عندما يكون حجم التحدي كبير لا يقصر بعون الله، لأن المعركة معركة الجميع، معركة الحاضر والمستقبل والمصير المشترك. وبالنسبة لي ولكل العرب على الأرض الأردنية وبدون استثناء، وطننا بكل الأفكار بكل التوجهات وبغض النظر عن أصولهم بالنسبة إلى الوطن الكبير،
يتقاسموا لقمة العيش وشرف حمل السلاح وأداء الواجب، وأنا قبل كل شيء وبعد كل شيء وما استطعت يشرفني أني أقف إلى جانبهم جندي في خدمة الوطن الكبير وفي الدفاع عنه. وقبل كل شيء وبعد كل شيء سنقف باستمرار إن شاء الله ما استطعنا. نحمل السلاح والقلم والكلمة، ندافع عن الحق حتى يعود إلى أهله وأصحابه، ونقف مع كل إخواننا ما استطعنا، ونعتبر واجبنا وشرف لنا أننا منهم ولهم في كل المحن ومواجهة كل الشدائد. فلكل إخواني وأشقائي كل الشكر والتقدير والعرفان.